بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. في زمننا هذا يتساءل الكثيرون: كيف بدأ الكون؟ وما هي المادة التي خلق منها؟ وهل استطاع العلم الحديث أن يصل إلى أصل المادة الأولى؟ العلماء اليوم يعترفون بأنهم لا يستطيعون الجزم بأصل المادة الأولى للكون. نظرياتهم تتغير وتتبدل، وآخر ما توصلوا إليه أن الكون بدأ من سحابة دخانية هائلة. لكن المذهل أن القرآن الكريم قد أخبرنا بهذه الحقائق قبل أكثر من 1400 عام، وأضاف إليها حقائق أخرى عن كروية الأرض والسماء المحفوظة التي تحمي الحياة على الأرض. في هذا الفيديو نعيش مع هذه الحقائق الكونية التي جاء بها القرآن والتي أكدها العلم الحديث. وفقاً لنظرية الانفجار العظيم The Big Bang Theory، فإن الكون بدأ من نقطة شديدة الحرارة والكثافة، كان فيها كل شيء ملتصقاً رتقاً واحداً. بعد الانفجار كان الكون في حالة بلازما حارة، ثم برد تدريجياً وتحول إلى غاز بدائي من الهيدروجين والهيليوم. هذا الغاز شكل سحباً كونية ضخمة تشبه في شكلها الضباب أو الدخان الكوني، ومن هذه السحب تكونت النجوم والمجرات. العالم الشهير جيمس بيبلز الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء 2019 وصف هذه المرحلة المبكرة بأنها غاز متعادل بدأ يتكثف في سحب غازية. المهم أن العلماء يؤكدون أن بداية الكون كانت من سحابة غازية، وهذا ما أخبرنا به القرآن قبل 1400 سنة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. سبحان الله، العلم الحديث يصل إلى وصف الحالة المبكرة للكون بالدخان، والقرآن ذكره منذ 14 قرناً. ويؤكد القرآن حقيقة كونية أخرى تتعلق ببداية الخلق، وهي أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين ثم انفصلتا. قال تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. رتقا أي كانتا كتلة واحدة ملتصقة، ففتقناهما أي فصلناهما عن بعضهما. وهذا ما أكده العلم الحديث. الكون بدأ من نقطة واحدة كثيفة ثم انفجر وتوسع، فانفصلت المجرات والكواكب عن بعضها. ابن عباس رضي الله عنه فسر ذلك بأن السماء كانت رتقا لا تمطر، والأرض كانت رتقا لا تنبت، ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات. وهذا تفسير عظيم يربط بين الخلق والحياة. الآن نصل إلى حقيقة كونية أخرى: كروية الأرض. هل تعلم أن القرآن أشار إلى كروية الأرض قبل أن يكتشفها العلماء بقرون؟ قال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. كلمة يكور في اللغة العربية تأتي من التكوير، وهو اللف على هيئة الاستدارة، كما تقول كار العمامة على رأسه، أي لفها على شكل دائري. فلا يمكن أن يكور الليل على النهار إلا والأرض كروية. وقال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الآية تخبرنا أن الليل والنهار موجودان معا في نفس اللحظة على الأرض، فبينما نحن في النهار هناك قوم آخرون في الليل، وهذا لا يحدث إلا إذا كانت الأرض كروية. ومن أروع الآيات التي تشير إلى كروية الأرض ودورانها قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
تأملوا كلمة نسلخ. السلخ هو نزع الجلد الرقيق عن جسم الحيوان. شبه الله انحسار النهار عن الليل بانسلاخ الجلد عن الذبيحة. هذا التشبيه دقيق جدا علميا، لأن طبقة النهار التي تواجه الشمس هي طبقة رقيقة جدا مقارنة بحجم الأرض، وهي تتحرك باستمرار مع دوران الأرض. هذه الحقيقة لم يدركها الإنسان إلا بعد أن صعد إلى الفضاء ورأى الأرض من الخارج، فرأى كيف ينحسر النهار وتتقدم الظلمة. والآن نصل إلى آية عظيمة تخبرنا عن وظيفة السماء التي تحيط بالأرض. قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. السماء هنا هي كل ما يحيط بالأرض من جميع أقطارها، ابتداء من الغلاف الجوي الذي يرتفع مئات الكيلومترات فوق سطح الأرض. ووصفها بمحفوظا لأنها تحفظ الأرض وتحافظ على الحياة فيها. كيف ذلك؟ الغلاف الجوي يحترق فيه آلاف النيازك والشهب قبل أن تصل إلى الأرض فتدمرها. يحجب الأشعة الكونية الضارة، يحافظ على درجة حرارة مناسبة للحياة، يحبس الأكسجين الذي نتنفسه. قال ابن عباس رضي الله عنه في وصف السماء: هي موج مكفوف عنكم، أي كالأمواج المكفوفة الممنوعة عن البشر، مع أنها تحيط بنا من كل جانب. وقال تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم. وهذا حفظ آخر من الشياطين. في النهاية نقف مذهولين أمام عظمة هذا القرآن الذي أخبرنا عن حقائق الكون قبل أن يكتشفها العلم بقرون. الكون بدأ من دخان، كما قال تعالى: وهي دخان، السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الأرض كروية كما في يكور الليل على النهار. السماء سقف محفوظ يحمينا من أخطار الفضاء. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يتفكرون في آياته ويعبدونه حق عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل. كان معكم ماسنيسا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.